اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل بقى بمناسبة حلاوة الصيف بقى نعمل حاجات حلوة كده وبسيطة وسهلة وبجد تحفة. اول حاجة بقى عملنا تشيز كيك بقى بالمانجا، طريقة بسيطة وسهلة جدا. وطبعا عشان شهر 7 ده المانجا بتبتدي تنزل، انا بجيب مانجا عويس بتبقى حلوة جدا، طعمها جميل ومسكرة كده وجميلة جدا. هنا دلوقتي اول حاجه بقى معايا بسكويت اوركر، جبت علبه وهبتدي افرمه كده في الكبه، وحطيت حوالي نص كوبايه من الزبده وسيحتها، وابتدي طبعا اضرب كده في الكبه برضو عشان الزبده تندمج كده مع البسكويت. وهنا جبت الصينيه بقى اي صينيه عندك، وابتدي احط بقى البسكويت زي ما انتم شايفين، وافرد كده بالمعلقه او بكوبايه المتاحه عندك او اللي تقدري تفردي بيه افردي زي ما انتم شايفين كده. بفرده كده عشان يبقى كله يبقى متساوي معايا البسكويت. مش شرط تستخدمي بسكويت اوركر، ممكن اي بسكويت ساده عندك. وابتدي افرمي بقى واعملي احلى تشيز كيك بقى وجميل. هنا برضو عملت اللي هو الجيلاتين، حطيت كده معلقتين كده صغيرين من الجيلاتين، عليهم نص كوبايه من الميه السخنه، واقلب واسيبها بقى لحد لما تتماسك الجيلاتين. هنا بقى معايا بقى حوالي نص كيلو من الجبنه الكيري السايبه. الجبنه الكيري السايبه جميله جدا. ابتدي اضرب كده زي ما شايفين الجبنه الكيري لحد لما تبقى كريمه معايا، وهنزل بكوبايه كده من السكر البودره. لو ما عندكيش ممكن السكر الحبيبات وتضربيه في الكبه ويبقى معاكي سكر بودره. هبتدي اضرب كده زي ما انتم شايفين حوالي 10 دقايق كده. ابتدي اضرب لحد لما يندمج معايا السكر مع الكريمه جبنه الكيري زي ما انتم شايفين كده. بصوا ضربت كده شويه حلوين، يعني شويه حلوين كده، والجبنه الكيري عشان تبقى عامله زي الكريمي كده معايا. هنزل بقى بكوبايتين من الكريم شانتيه، اللي هو انا بستخدم كريم شانتيه المتحده جميل جدا. معاه بقى كوبايه من الميه الساقعه، او لو ما عندكي ممكن بدل اللبن تحطي ميه ساقعه او لبن مثلج ساقع. هبتدي اضرب كده زي ما انتم شايفين. ضربت برضو 10 دقايق كده عشان الكريمه مع الكريم شانتيه دي يندمج مع بعضه. هنا بقى دلوقتي معايا بقى المانجا العويس. هنا بقى دلوقتي طبعا قشرتها من القش، وهبتدي اضربه في الكبه كده من غير ما احط ميه ولا اي حاجه، هي المانجا، وابتدي كده اضربه بالكبه زي ما انتم شايفين كده، اللي هو بس يعني المانجا تتفك مني مش اكتر. هنا بقى دلوقتي هاجي بقى على الكريمه، اروح حاطه شويه كده من المانجا، حوالي معلقتين كده كبار من المانجا، وابتدي اضرب بقى عشان تبقى الكريمه واخده من طعم المانجا وريحتها الجميله. بجد مانجا العويس جميله جدا، واحلى حلويات تعمليها بالمانجا. ممكن كيكه بالمانجا، ممكن تشيز كيك زي ما انا عملت كده. انتهزوا الفرصه يا جماعه من المانجا، انتهزوا الفرصه واعملوا حاجات كده حلوه بالمانجا وبجد تحفه. هنا بقى دلوقتي فضلت اضرب بقى لحد لما حطيت المانجا، وهنا هنزل بقى بالجيلاتين زي ما انتم شايفين، وهبتدي اضرب وتبقى كده الكريمه جاهزه معايا. ما حطيتش بقى ولا كريمه خفق ولا حطيت اي حاجه غير اللي انا قلت لكم عليها دي، وبسيطه جدا وسهله. وبصوا الكريمه جميله جدا بجد تحفه. حطيت كده زي ما شايفين الكريمه، وهنا بقى بفردها كده بالمعلقه برضو، هفرد عشان الكرمشه اللي على الوش دي بفردها، وبحطها بقى في التلاجة حوالي كده 6 ساعات. يعني انا عملتها من بالليل وسبتها لتاني يوم، ورحت مزيناها بقى. نيجي هنا بقى دلوقتي تاني يوم، الكريمه بقت متماسكه معايا زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ما ينفعش وبعد ما احط الكريمه اروح حاطه المانجا مثلا على الوش او الفراوله او اي حاجه، لا، لازم الكريمه تكون متماسكه في التلاجة الاول، وبعدين انزل بقى باللي انا عاوزاه. هبتدي حطيت دلوقتي المانجا وافرد زي ما انتم شايفين كده على الكريمه من فوق، وكده جاهزه معايا.
شكلت بقى على الوش بقى، حطيت ايه فستق كده. انا كان عندي فستق، رحت ايه مشكله كده على الوش. بصوا بقى الجمال. فتحت بقى، شلت بقى ايه الصينيه، بجد رهيبه. يلا ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك.